لا مش عايزاكي تبقي محرجه. لا دي حاجه بسيطه من الاخوات، خلي بالك يعني ده السبب الوحيد بس عشان الطرح انك زهقتي. نط يا ابني. ايه؟ وسوري يا ماما ما باكلش سمك. انا بقول ده صح ولا ايه؟ لا ده انت جامد قوي. لا انا مفاجئ والله العظيم. لا والله. بقول بيقصف ليه ما اعرفش. صح ليه؟ معرفش بيقصف ليه؟ بيقصف حاجات ليه؟ بيقصف ليه يا جماعه؟ ده سن ها؟ بعد اذنك نعيد تاني. عامله ايه؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ رحمه. النهارده رحمه قررنا ان احنا هنعمل كده اسئله عشوائيه، نشوف كده ايه الحاجات الصح والغلط اللي بتعملوها في عنايه بشرتكم وشعركم. مستعده؟ يا حاجه قولي ايه اكتر مشكله بالنسبه لك مضايقاكي في شعرك؟ خفيف. طب انت بتعملي حاجه عشان تقليه ولا هو اصلا خفيف بالوراثه؟ لا تفرق. يعني يعتبر وراثه. بس احنا في حاجات تانية ممكن نكون بنعملها بتزود ان شعرنا اصلا يقع او يبقى خفيف ما يبقاش صحي، فقولي لي كده بقى روتيني للشعر. بتعملي ايه مع شعرك كده؟ بصي انا بحب اهتم قوي بالشعر، بس طبعا مش احيانا. يعني مش احيانا دايماً. ولا مش دايما؟ نعيد تاني. يعني مثلا انا بحب اللي هو احط حمام زيت حلو قوي. قبل ما اخش عشان يخليه. لا دي برضه يا بحس جماعه إن هو سقفه كده ليها في انسياب. نقطه حمام الزيت قبل ما تعمل الشاور دي، برافو بجد. النقطه دي فعلا بتفرق. حلو. عشان انا شعري اصلا معظم الوقت بيبقى جاف برضه، يعني حياتي كلها جاف عشان بشرب ميه قليل وكده، فموضوع عندي. طبعا انا منعت الصابون، كنت بستخدم صابون. بقيت بحط الشامبو بعد كده البلسم بعد كده لو في حمام كريم. لما بطلع ساعات بنشف شعري بالاستشوار. استشوار سخن ولا هوا ساقع؟ بقول بيقصف ليه ما اعرفش. صح ليه؟ معرفش بيقصف ليه؟ بيقصف حاجات ليه؟ بيقصف ليه يا جماعه؟ تفتكروا بيقصف ليه؟ يعني بنت عامله يعني مكلفه حمام زيت وبلسم وحمام كريم وتطلع تعمل استشوار على طول. بس بحط سيرة. لا كتر خيرك. سؤالين، هتجاوب عليهم باه او لا. بتنامي شعرك مبلول ولا عشان انت خلاص نشفتيه بالاستشوار لا فبتنامي؟ ما بنامش بشعري. طب تاني حاجه، بتلفي شعرك وانت نازله مستعجله عشان الكليه وهو مبلول؟ ده انا ما اروحش الكليه اصلا وما اعملش كده. ما اروحش الكليه. ما طلعش خالص؟ يعني النهارده احنا قابلناكي صدفه؟ انا المفروض في المحاضره الصراحه. يا نهار اسود. يا عم يا طنط هعمل لهم حظر للكليه. هل تعرفي ان كيس المخده الستان افضل؟ عرفت من لما قالوا توك السكرانش دي اللي بتبقى ستان. الستان. عرفت بس عادي ولا كاني معلومه عدت قدامي ولا غيري. عابره. يعجبني انك عارفه كل حاجه. ده بصي انا عايزه اقول لك والله. ده اسلوب حياتي، عارفه بجد. كل حاجه وبعمل الغلط. الحمد لله على الفقر والكدع. احنا سحر ان شاء الله يا جماعه، انتظرونا هنعمل برنامج مع سحر لوحدها. طب انت حاسه ان عندك تساقط في شعرك ولا هو بس مجرد ان هو خفيف؟ لا ده بصي تساقط رهيب. بتاكلي كويس؟ لا ما بشربش لبن، ما باكلش خضار، ما باكلش زبادي، ما باكلش بيض مسلوق، وسوري يا ماما ما باكلش سمك. سوري يا ماما على كيس المخده، وسوري يا ماما على الاكل، سوري يا ماما على الكليه. في قشره؟ ما بتروحش. تعرفي ان القشره اصلا بتعمل تساقط ولا ما تعرفيش الموضوع ده؟ سمعت مع المخده الستان صح؟ ما حاولتيش تعالجيها اصلا؟ مش لاقي حاجه كويسه، يعني جربت الحاجات المعروفه. بتعملي فولو يا سحر صح؟ اكيد. فين الموبايل بتاعي؟ اصلا استني بس استنوا عليا، ده انا اتهريت كلام عن القشره يا مفتريين. لا مش عايزاكي تبقي محرجه. بصي يعني احنا دلوقتي قلنا ان اكتر مشكله عندنا التساقط. بصي الحاجات اللي انا جايباها دي كلها من الحاجات اللي انا بحبها وانا بستخدمها شخصيا، فقررت ان انا اجيب شبهها للبنات عشان تفيدوني يعني. مش اعلان لاي حاجه خالص خالص والله العظيم. الهير لوشن ده حلو جدا، هتستخدميه على فروه الراس كل يوم، تحطي 5 بخات الصبح و5 بخات بالليل، ده هيقلل معاكي التساقط ان شاء الله بطريقه كويسه جدا يعني. هطلع معاكم تاني لو قلل يا جماعه. لو ما قلش انا خلاص قررت ان انا هجيب معايا سحر البيت تصور معايا فيديوهات. شكرا. مستعده. ايه اكتر حاجه مزولاكي فيهم، شعرك ولا بشرتك؟ شعري. ماله شعرك؟ يعني ما بستريحش. والله بتتكسفي، احنا كلنا هنا اخوات واصحاب. بجد. لا بحس شعري ممكن يعني كل ما اجي احط له زيت او كريم برضو ما فيش حاجه متهوق معايا. انت نوع شعرك ايه؟ يعني خشن شويه. لا بس انا قويه. مش حاله شعرك. ما يغرقوش الحته دي. شعرك جاف، شعرك دهني، شعرك جاف. بس انا شايفه ان هو بيلمع. قويه حاجه يعني قويه بقى. مش هنعرف نسال كده. مش فاهماها ولا هي فاهماني، هنتعب مع بعض. طب واحده واحده، ايه الروتين بتسويه شعرك؟ بحط له شامبو وبعد الشامبو طبعا بحط له بلسم وبعد البلسم بحط له اللي هو حمام كريم وبعد كده احط له زيت. سمعت ان هو كويس للشعر عشان بتاع الاطفال وكده برضه فالاطفال اكيد مش هيضروهم اه. برضه صح؟ لا بجد والله. مع انه هي بنستخدم زي بعض. سوري. وبتسالوا ايه سبب التقصف؟ خلينا نسالك كده كام سؤال سريع. بتلفي شعرك بالطرحه وهو مبلول؟ لا بالفوطه. بما انك قلتي انك فرده، فرده ايه بقى نوع الفرد؟ مكوى. بس اه. طيب بتعملي مكوى وشعرك مبلول؟ لا خالص. ساعات. انا مستعجله. مش وقت انشف وكل يوم باكل شعري وكده. انا عارفه ان غلط. بتاكل شعرك كله عشان دي؟ بس عشان كده بس عشان خاطر زيت. يعني ده السبب الوحيد بس عشان الطرح انك زهقتي. كل ما اكوي بقى.
نط يا ابني. هلو هلو، عامله ايه؟ هلو الحمد لله. اسمك ايه؟ امل. ايه اكتر حاجه مزولاكي يا امل؟ شعرك ولا بشرتك؟ شعري. ليه بقى؟ عشان بيقع. طيب انت ايه هو الروتين اصلا اللي بتعمليه مع شعرك؟ بغسله مرتين في الاسبوع. حلو. بعمل حمام زيت قبل طبعا ما اخد شاور. بستخدم شامبو للقشره لان عندي قشره، فكنت معتقده ان هو ده السبب. انا المفروض ان شعري كان تقيل قوي، وفي خلال مثلا شهرين 3 بقى اقل من الربع. في حاجه مضايقاكي؟ لا بجد لا. موتراكي؟ لا. ايه؟ لا انت اتحسدتي؟ لا خالص. الفكره هو الحسد فعلا في ناس شعرها بيتحسد. هو مفيش سبب، يعني ممكن نقول ان هو ده السبب. التساقط انت حسيتي تساقط عادي ولا تساقط لا اوفر يعني ممكن حتى من غير اي حاجه، لو انا حاطه ايدي مثلا على شعري بعمل اي حاجه يقع بطريقه مش عاديه خالص. طيب انت يعني حاسه ان في حد في البيت او في العيله عنده صلع؟ جد وعم وبابا ده سن؟ كان عندي مشاكل بس بكتئب بسبب مشاكل او كده. يعني انت اكتئبتي ولا ما اكتئبتيش؟ عندي مشاكل قبلها. يعني انت كان عندك مشاكل بس انت شايفه زعلانه ولا فرحانه؟ لا مش بكتئب الحمد لله. يعني بس كنت فرحانه في المشاكل عادي؟ ما كنتش فرحانه، بس ما كنتش العادي بتاعي، بس ما وصلتش للاكتئاب، يعني حاجه كده في النص. وبعدها النص حصل كده. التساقط حصل صح؟ بعديها بفتره حلوه حصل في حوالي يعني فتره في خلال شهر واحد وقع للربع. طلعتي بتكتئبي وانت مش عارفه. كنتش اعرف انه اكتئاب. شفتي بقى؟ ايه لا. اخبار الاكل معاكي؟ ما باكلش لحوم، ما باكلش بيض، ما باكلش جبنه، ما باكلش كل الاكل المفيد تقريبا. وبتاكلي ايه بقى؟ الحاجات كده اللي هي البطاطس، المكرونه، الحاجات اللي هي ما فيهاش فايده دي. طب والميه؟ بشرب بس مش كتير، ما انا عندي انيميا بسبب عادي. الاكل. يعني مش عادي قوي بس يعني، بس بقيت بشرب لبن. الحمد لله. بس بشربه في القهوه. تشربي لبن في القهوه؟ يعني ما بتشربيش لبن لوحده؟ لا ما اقدرش. طب احنا كده عملنا ايه؟ لا ما هو انا بحط على القهوه كلها لبن، مش بحط ايه. خلاص يا ريتني ما قلت. والله انا حاسه انك انا لو اتكلمت معاها في شويه حاجات تانية على ان كل حاجه غلط. انت عارفه المشكله في ايه؟ انك بتسالي ايه سبب التساقط. طيب خليني اسالك شويه اسئله ليها علاقه بالشعر ونشوف بتعمليها ولا لا. قولي لي ايه هو الروتين بتاع شعرك؟ عارفه، بس هو شامبو مثلا وحمام كريم، يعني دي اكتر حاجه بستخدمها، وكريمات مثلا للشعر. لما بطلع بنشفه، وبعد كده بستخدم مثلا كريمات فرد الشعر مثلا. كريمات لفرد الشعر؟ قربي علينا شويه كده اهو من غير يعني استخدمتي مثلا جلاد قبل كده والحاجات دي؟ لا. عملتي بروتين كرياتين الحاجات دي؟ لا. امال ايه كريمات فرد الشعر؟ خضتيني نرجع تاني. يعني لو حاجات ترطب الشعر مثلا. اسالك كده سؤال وتقولي اه او لا. بتنزلي وانت شعرك مبلول؟ لا. بتنشفي شعرك بالفوطه بتاعت الحمام؟ لا. وبتنشفي شعرك بايه؟ فوطه مايكرو فايبر. مايكرو فايبر، برافو صح. بتعملي شعرك سشوار وهو مبلول؟ لا. بتعملي شعرك سشوار اصلا؟ لا. انت في مشكله بتضايقك في شعرك اصلا ولا لا؟ القشره ممكن. بتعالجيها؟ مبسوطه قوي ان انا كنت معاها صراحه. شكرا. العفو. الحمد لله. اسمك ايه؟ حبيبه. مستعده؟ مستعده. قولي ايه اكتر حاجه مزولياكي، شعرك ولا بشرتك؟ شعري. ايه مشكله شعرك؟ لما بيطول بحس ان هو بقى يعني كل ما يطول يقع اكتر. تاكلي كويس؟ لا. 24 ساعه بتاكل؟ لا ما هو بصي يعني بتاكلي ايه بقى؟ لا ما هو يعني يعني باكل اللي هو فاست فود. طيب تمام، ده مش اكل، ده الفاست فود مش اكل، خلي بالكوا ده بيتخنى بس. انا عملت تحليل قبل كده، عندك انيميا. عندي انيميا. ايه السعاده دي؟ ما ممكن تكون الانيميا لسه ما فكرتيش في الموضوع ده اصلا. يعني مش لازم كل شويه تقصيه علشان ما يقعش، احنا هنعالج الانيميا كويس قوي عشان ما يقعش. انت ايه روتين اصلا بتعملي شعرك؟ كل يومين بغسله. الشامبو والبلسم والحمام كريم. والشامبو بتاعك نوع ايه؟ يعني مش نوع كاسم كماركه، في صلفيت ولا من غير صلفيت؟ لا هو بتاع اطفال، انا ما بحبش غير بتاع اطفال، بحسه احسن من بتاع الكبار، يعني بحسه يعني صحي اكتر، يعني اكيد مش هيأذوا الاطفال. انا واثقه فيهم بقى. انا بقول ده صح ولا ايه؟ اسالك كده كام سؤال وتجاوبي عليهم باه ولا. بتعملي شعرك سشوار كتير؟ لا مش استشوار، مكوى. يعني حراره على شعرك كتير. طب تعرفي ان هي ممكن تكون سبب ان تخلي شعرك اصلا يقع؟ مش بعمله اللي هو بثبت الحراره عليه يعني. دي حراره، ما تبرريش نفسك. المخده اللي بتنامي عليها نوعها ايه؟ عاديه. ايه؟ عاديه. هو المفروض يبقى ستان، انا عارفه كده، بس لسه ما خدتش الخطوه دي. لما تطلعي من الشاور بتنشفي شعرك بايه؟ فوطه. الفوطه العاديه صح؟ مش فوطه مايك فايبر او حاجه؟ المفروض مايك فايبر، انا عارفه، لسه عارفه الحاجات دي قريب، وانا عشان كده يعني مصدومه. مصدومه من ايه؟ يعني قلت يعني اكيد يعني الحاجات دي اللي اثرت على شعري. بالظبط. تستخدمي الحراره بعد الشاور على طول؟ لا. وشعرك مبلول؟ لا. ستريس بسبب المذاكره؟ انت في سنه كام دايما اصلا؟ ماما بتقول لي كده. في سنه ثانيه ثانوي. يعني احنا داخلين كمان على ثالثه ثانوي. ثالثه، لو المشكله هتكبر. بقالي فتره كبيره جدا جدا غايبه عن الفيديوهات الطويله، فقلت لا انا مش هرجع رجعه عاديه، انا لازم ارجع رجعه تليق بيكم. وده الصراحه يا جماعه اللي خلاني اعمل الانترفيوهات وان انا انزل اقابل البنات في الشارع. الموضوع كان طبعا مش مترتب له اي حاجه خالص، ما كنتش عارفه انا هشوف مين ومين هيتكلم معانا ولا لا، فعشان كده اليوم ده كان موتر بالنسبه لي فوق ما تتخيلوا. يعني انا ضغطت على كل السوشيال انكزايتي والانسكيورتيز اللي عندي، قلت لا انا لازم انزل اعمل حاجه تكون مختلفه مفيش اي حد عملها قبل كده في مجال السكين والهير كير، علشان نحس شويه كده باختلاف.
عارفين السنس بتاع التميز ده. هدفي منها ان احنا نشوف بطريقه عشوائيه ايه هي الحاجات الغلط اللي انتوا بتعملوها، سواء كان في شعركم في بشرتكم، ايه اكتر مشاكل بتواجهكم، ازاي بتتعاملوا مع المشكله دي. وفي اخر بقى كل حد كنت بساله كنت بديله كده هديه لذيذه تكون ريليتد للمشكله اللي عندها او الحاجه اللي هي بتعاني منها، او منتج مثلا مهم بس هي مش بتجيبه. مش عارفه الفكره عجبتكم ولا لا، فعايزه اعرف منكم في الكومنتات. لما اتكلمت مع البنات لقيت ان انتوا تقريبا بتبقوا عارفين كل حاجه صح بس مش عارفين ان انتوا تطبقوها، وعارفين معظم الحاجات الغلط وللاسف بتكونوا بتعملوها. بفكر ان انا اعمله تاني، فقولوا لي في الكومنتات لو حابين ان احنا نعمله تاني ولا لا، وممكن بقى وقتها اقول لكم انا نازله فين ونتقابل ونتصور سوا. تعالوا يا جماعه اقول لكم ازاي تعالجوا بقى تساقط الشعر بطريقه صح، ايه افضل روتين تستخدموه، وكمان ايه الكوارث اللي انتوا بتعملوها يوميا بتعمل معاكم تساقط، بتخلي شعركم مش صحي، في تقصف، في جفاف، في هيشان، دايما ضعيف ودايما بيتكسر ومش بيطول ومش بيتقل. دلوقتي هترفعي ايدك وهقول لك على حبه حاجات لو انت بتعمليهم فالحاجات دي هتكون مسببه ان شعرك يكون بايظ وان هو كمان بيتساقط. مع كل حاجه غلط هتنزلي صباع من ايديكي، وفي اخر الحاجات اللي لما نقولها هتقولي تحت في الكومنتات نزلتي كام صباع، ونشوف بقى يعني الكوارث تحت هتبقى كام كارثه ان شاء الله. عندك قشره ومش بتعالجيها، بتغسلي شعرك وبتنزلي تروحي المدرسه او الكليه من غير ما يكون شعرك ناشف بسبب انك مستعجله او انت متاخر وما عندكيش خلق يعني. تالت حاجه مش بتشربي كميه كبيره من الميه، يعني احنا اقل حاجه المفروض نشربها من الميه لترين، فهل بتشربي الكميه دي ولا لا؟ مش بتهتمي انك تاكلي خضار وفاكهه ووجبه غذائيه متكامله في يومك فيها بروتين وفيها نشويات وكل حاجه احنا محتاجينها، ومعتمده اعتمادك الكامل على الفاست فود. خامس حاجه ودي مهمه قوي قوي قوي، دايما متوتره مضغوطه، عندك بقى امتحانات، مكتئبه، في حاله مثلا خطيبك بعد الشر منكد عليكي، حاجه من الحاجات دي كلها. رقم 6 ودي كارثه حرفيا اكتشفتها مع البنات، هل بتنشفي شعرك بالسشوار اللي بتكون سخن مش بارد، او بتعملي بقى حراره او بيبي ليس باستمرار، او بتستخدمي السشوار وشعرك يكون مبلول؟ دي لازم تقوليها، لان بجد دي من اكتر المصايب، مش بس ان هي بتعمل تساقط في الشعر، هي كمان بتعمل حاجه اسمها الشعر الفقاعي، فحرفيا انت بتبوظي شعرك تماما. سابع حاجه بقى يا جماعه، ودي ناس انا عارفه ان هم بيبقوا عارفين ان هم عندهم انيميا وفي نفس الوقت مطنشين ان هم بيعالجوها، فهل انت عندك انيميا ومطنشه انك تعالجيها؟ ما تعرفيش عندك انيميا ولا لا؟ فكرتي انك اصلا قبل ما تجيبي منتجات تعالجي بيها تساقط الشعر تعملي تحاليل؟ ليه يا جماعه بتهملوا نقطه ان احنا المفروض نعمل تحاليل نشوف ايه هو الفيتامين او المشكله اللي عندنا عشان نبدا ان احنا نعالجها، عشان لما نجيب منتج نلاقي نتيجه من المنتج. تامن حاجه ودي حاجه مهمه جدا بتعمليها ولا لا، هل لما بتطلعي من الشاور وبتنشفي شعرك بتنشفيه بقى بالفوطه برفق ولطف ولين ولا بعنف وقهر؟ وتسع بقى نقطه، هل بقى انت عندك حد في العيله عنده تساقط يكون كمان بالاضافه لكل ده في تساقط وراثي؟ فقولي لي بقى من التسع كوارث دول في الكومنتات بتعملوا كام كارثه فيهم. خلونا دلوقتي بقى نبدا في علاج التساقط بطريقه صح. اول حاجه هتجيبي شامبو يكون طبي، انا بحب الشامبوهات اللي ما بيكونش فيها سلفيت خصوصا الناس اللي شعرها ضعيف، علشان الشامبوهات دي بتكون خفيفه شويه على الشعر، بس شبه ما متفقين مره كل اسبوعين بنغسل شعرنا بشامبو يكون جواه سلفيت علشان شعرنا ينضف. انا بحب الانواع دي انواع مصريه بتكون كويسه، تقدروا انكم تستخدموها من مرتين ل3 مرات في الاسبوع على حسب نوع شعرك. بعد الشامبو على طول هنجيب بلسم او حمام كريم ايا كان النوع اللي شعرك بيرتاح عليه، يعني انا دي انواع انا بحبها. البلسم نقطه مهمه جدا ان احنا نحطوه بعد الشامبو علشان يرجع تاني الشحنات للشعر فالشعر ما يتقطعش. تالت بقى حاجه مهمه جدا جدا معانا في الروتين، وهو انك هتجيبي يا اما امبولات يا اما سبراي بتحطيه على فروه الراس بتعالجي بيه مشكله تساقط الشعر. وخدي بالك احنا ممكن نكون قلنا كل الكلام اللي فات ده في التساقط العادي، في ناس بيبقى عندها اصلا تساقط وراثي ودول بيبقوا عارفين التساقط الوراثي بيبقى عامل ازاي. وصلنا مع كل بنوته في الاخر ان في مجموعه حاجات بتعمليها في يومك هي اللي بتعمل لك المشاكل اللي موجوده عندك. لو مجرد ما انت بس ركزتي مع سبب المشكله وعالجتيه هتلاقي ان المشكله اتعالجت من غير ما تصرفي كل الفلوس اللي بتصرفيها على المنتجات دي. عشان كده هتكتبوا دلوقتي قاعده دكتوره منا المهمه في الحياه، لازم نعالج السبب اللي بيعمل لنا المشكله قبل ما ندور على علاج المشكله.